السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سلام الله عليكم. زجور الليل، هاد الليلة الحلقة الأخيرة اللي تتسناوها كاملين، بحكم أنها طويلة بزاف فيها أكثر من ساعة ونص. حاولت نقسمها على 2 حلقات، نص اليوم والنص الباقي يكون بعد غدا في نفس هاد الوقيته 12 ديال الليل. كيف العادة وثيقة في المنتوج، هتكون حلقة هاربة وفيها بزاف ديال العبرة. ما تبخلوش عليا بالبارطاج مع اي واحد تتعرفوه يعيش معنا ليستوار. ما تنساوش جيمو كومونتير زوين، فرجة ممتعة خوتي. تحياتي لكم من القلب. مشينا. أقوى حاجة توقع لك في الحبس هي أعز إنسان في حياتك يتخلى عليك ويبيعك بالرخيص، كما دارت ليا إكرام اللي خلاتني تنسوفري من بعد ما قالت ليا راني تخطبت وعرسي قريب. قطعت عليها المكالمة وشديت كواني تنعاني في صمت. زدت مرضت وحسيت بالحبس غادي يزيد يطوال عليا بلا بيها. بقيت تنإيماجيني واش فري إكرام غادا تخلى عليا بهاد السهولة وتعيش مع واحد اخر من غيري. راسي ما بغاش يقتنع بأن هادشي فري، قلبي ما طاوعنيش. رغم هادشي كامل رجلي تيمشيو لاباراي وتتبان ليا غير هي بلا ما نحس، وتنعيط ليها. واخا المكالمة اللي عندها تتكلفني 20 درهم ل3 دقائق، مرة تتجاوبني ومرة لا. باش تتجاوبني الهضرة بيناتنا تتكون باردة ومقلاصية كاع. واخا هكاك تنستحمل، الأهم عندي هو نسمع صوتها. ولكن مقتنع 100% أن إكرام حسمات الأمور بيناتنا، وديما كان عندي آمال تحن. ولكن داك الآمال بدات يذوب كي شي شمعة بشوية بشوية، ودخل عليا الحبس ديال بصح. وتنعاود نعيط وتندير 1000 عذر ليها، واخا تنبقى نتخايل فاش تنبغي نعيط ليها انه يكون واحد اخر تيبوس فيها ومعنقها وتيتغزل فيها وتيلعب ليها في شعرها. تنغمض عيني بالجهد باش ما يجيش في بالي بحال هاد الشي، وتنخلق ليها 1000 و1000 و1000 عذر، وتنقول راه الوراق هادو، راه فرنسا هادي. واش تخلي فرنسا والوراق وتبقى لاصقه في واحد في الخلا والقفار ديال ازيلال؟ اش جاب الطز؟ الحمد لله راه ما يمكنش. إكرام تزوجات وبقيت تنعيط ليها واخا بعيدة عليا بزاف، وعارف راسي منين غادي نخرج ما غاديش نلقاها. كان الأهم عندي في حبسي غير نكذب على راسي ونقول ليه إكرام راه مازال في حياتي. وحتى ملي قالت ليا راني حاملة بارك ليا، باركت ليا بكل حب ومعزة. باقي تنقول مع راسي راه الولاد واقيلا مهمين باش تصايب الوراق بالخف في فرنسا. واخا كون كانت عندي اكثر من عامين ديال الحبس، وكون هي زادت ولدات وطلقات وعاودات تزوجات، كنت غادي نبقى نعيط ليها. ما كنتش تندور ليها حيت ناوي اننا غادي نتلاقاو شي نهار ونعاودو نرجعو كما كنا. لا، كنت تندور ليها حيت كانت هي حياتي، وما كنتش قادر نتخيل حياتي بلا الوجود فيها. فري كانت هي حياتي كاملة، وفاش كانت في حياتي ما كنتش مقدر النعيم اللي كنت فيه معاها. وملي بدات تتنعزل من حياتي بشوية بشوية عاد عرفت بقيمتها، وليت عايش في صراع مع نفسي. تمنيت يزيدوني عامين ديال الحبس اخرى غير ما يكونش هادشي اللي واقع ليا مع إكرام بصح. كنت تنقول مع راسي احسن حاجة في الحياة هي الواحد ما يتلاقاش مع شي وحدة بحال إكرام وتخليه يتعذب في حياته من موراها، حيت لمشات عليه غادي يدوز حياته كلها عايش على الذكريات معاها، وغادي يدوز حياته تيقلب على إكرام في بنات اخرين. كنت نقول ان إكرام هي احسن حاجة وقعت ليا، وفي نفس الوقت هي أسوأ حاجة، حيت الأضرار ديال فراقها كانت قوية وقوية بزاف عليا.
نهار دخلت للحبس كنت مايماجيني في بالي حبنا انا واكرام غادي يزيد يكبر، حيت ما غاديش نبقاو نتشاوفوا، يعني غادي نزيدو نرتبطوا ببعضياتنا اكثر من هكا واكثر من اللي كنا. وبقيت عامي الاول في الحبس عايش على فكره انني غادي نبقى نهضر معاها في التليفون حتى نخرج ونلقاها تتسناني. من بعد مني مشات لفرنسا بقيت عايش على فكره غادي نبقى نهضر معاها في التليفون حتى نخرج وترجع هي. اما ملي تزوجات بقيت عايش على فكره انني نبقى نهضر معاها في التليفون حتى نخرج، وكما كان الحال رجعات هي ولا ما رجعاتش غادي نبقى عايش على امل انني نتلاقاها شي نهار. راها مشات غير لفرنسا، واللي تيمشيو لبلادات الناس طال الزمان ولا قصار غادي يرجعوا لبلادهم واخا يضربوا غير طليله. ولحد الان تنقول مع راسي انني نهار غادي تلاقى عينيا بعينيها، واخا غير صدفه ماشي قنت، واخا تكون جاره معاها درب ديال الدراري ولادها وانا نكون جار معايا حومه ديال الشماكريه صغيورين ولادي، راه غادي نسلموا على بعضياتنا. وانا متاكد من راسي غادي نعنقها بلا ما نحس بدون شعور، حيت الحب اللي عشت معاها باقي تنقلب عليه ديما في اي بلاصه لدابا وباقي ما لقيتوش، ما عوضني عليه لا حب وطن لا حب راسي لا حب حتى خصيه اخرى في هاد البلاد. المهم الله يسهل عليها ويفرحها في حياتها ويعطيها ما تمنات في خاطرها، ويسهل عليا حتى انا وعلى جميع المسلمين يا ربي. ندوروا الكاميرا الازيلال. ازيلال كاين واحد الموظف الله يذكره بخير، ولكن غادي ندعي فمو في خاطري. هاد الموظف سميتو قنوفو، الهوايه المفضله عنده في الحبس هي يصرفق المسجون. كان الوجود ديالو في المؤسسه باين وملحوظ، وفيما يكعى يبقى يقول انا لا ديستي كلها في يدي، واللي شكا بيا غادي نغبروه هو وهداك اللي مشى شكا ليه. شكون حاميه الله اعلم، بحالي بحالكم. كانت دايره شي هضره راه اختو مزوجه بشي واحد واصل في لا ديستي، يعني هاد العياقه كامله ودايز غير في وجه اختو. الا بغيتي غير تخرج تلعب كره خصك تقولها للسي قنوفو، الا بغيتي يدخلوا لك في الزياره شي براد ولا كاميله خصك تقولها للسي كريط. الا خسر التليفون خص يتجمعوا العناصر ويمشيو يرغبوه. الا كان غادي يجي شي عيد متزامن مع نهار الحمام وما غاديش يخدموا الحمام فراه خصك تمشي عند السي فلان ترغبو يبدل النهار ديال الحمام. الا التلفازه خسرات وبغيتي تخرجها تصاوب خصك تمشي عند الميكروب ديال السي قنوفو. هاد السي اللي تنقول ماشي تنكبر به ولا خوف منه، حيت السي اللي بحال هادو في الحبس تنقصدو بها السيكليس والسيلون والسيليسيون. كان هو كلشي في الحبس، كلشي تيخاف منه حتى الموظفين. كان تيقول لهم انا هو ربكم الاعلى في هاد الحبس. المده كامله اللي دوزت في ازيلال سي قنوفو الموظف الوحيد اللي شفتو اكبر عدد ديال المرات تيضرب بنادم، بحال الا تقول كان حياته كامله وهما تيخبطوا فيه. وجا الحبس ازيلال ينتقم من الحباسه، ما كاين غير التصرفيق والشتيف والتعلاق. كان تيحس بالمتعه فاش يعلق شي واحد ويبقى يضرب فيه، وما كانش تيعيا، كان تيسب بزاف وتيدير كومونتير على اي حاجه. كان تيدخل عندنا للشامبري الا لقى شي واحد معلق شي ميكا في باياسو تنترها ليه بالجهد وتيجبد عليه بشي تصرفيقه ويزرفو من بعد. واحد المره دخل الشامبري اللي حدانا شي واحد نسى التقاشر ديالو منشورين في الطواليط، سولهم شكون مولاهم ما جاوبو تا واحد، وهو يزرف الشامبري كامل على قدو وشتتو على الشنابل الاخرين. اللي ما عارفش الزراف شنا هو راه شرحته في حلقات اللي فاتوا، ونزيد نشرحه لكم حتى في هذه الحلقه. الزراف هو تتكون باياسك وشاد قنتك وجامع سلعتك حداك ومفاهم مع عشرانك، وتيزرفوك لشامبري واحد اخر تتنعس غير في الارض وتتبقى تسنى شي 3 شهور ولا اكثر عاد تخرج ليك شي بلاصه، وتتبدا عاوتاني تشوف شي عشره جديده وتقدر تلقاها تقدر لا على حساب انت وفين طحتي. المهم الزراف هو تتعاود الحبس من الزيرو بحال يلا دخلتي بوجادي.
وهاد العقوبة المقوضة كانت هي أسهل حاجة تطبقها سيقونوفو على الحباسة. ايامات ديال رمضان كان بحال ساكنو شي جن، وتتلقاه تيدور في الحبس وتيغوت غير بوحدو بحال شي حمق، وتيقول اجي نتا لهنا، اراه ليا شد، وهو تيهضر غير مع راسو، ما كاين حتى واحد. صراحة بحال هذا تيصلح لشي نوع ديال بوزبال في الحبس، ولكن ماشي لكل شيء، حيت الأكثرية اللي تظلمهم وتيهينهم وتيدلهم غير خبز ربي في طبقو، وما تيحركوش الدجاجة على بيضتها، تيبقاو يدعيو فيه بالليل وبالنهار. على ذكر رمضان، دخل عليا رمضان الثاني في الحبس، وكما تنقولوا رمضان تيدخل برزقو. هاد الجملة تنسمعوها بزاف ملي تيقرب يدخل سيدنا رمضان، ولكن هاد الجملة ما تتنطبقش على أزيلال، حيت رمضان دخل بوحدو حرفي، رزقو خلاه في العطاوية، في ديك العقبة اللي طلعنا منها غير بزاز فاش كانوا جايبيننا ترونسفير. دخل علينا رمضان بالجوع والنوع والقحط، مع القطعة والحرارة وقلة الماء اللي ما كناش تنشوفوه النهار كامل حتى تيودل المغرب، عاد تتطلق شي 4 ساعة وتيعاود يمشي عاوتاني. دوزنا معاه العذاب، بعد المرات كاس ديال الماء هو الاخر ما تلقاو باش نغسلوه، ولا بغيتي تغسل غير وجهك في الصباح خصك تهبط للطواليطات ديال لتحت، اللي الحبس كله شاد عليهم النوبة، وتسنى حتى تشرف عاد تدخل. هاد رمضان تكرفسات معايا الوالدة مسكينة بزاف، كانت تجي لعندي في ديك الحرارة وتتوقف في الشمس وتتبقى شادة الصف، والوالد ما معاهاش. عرفت من بعد أنه كان مريض ووصل للموت، وكانت تتكذب عليا أنه مزير مع الخدمة. قطعات ليا في قلبي، خصوصا مسكينة مع دايرة النقاب ولابسة كلشي كحل، مغلفة بعرام ديال الشراوط إرضاء لله عز وجل. وفي دوك الحوايج الغلاض كانت تتبقى شادة الصف وهازة الميكات اللي جايبه ليا فيهم أي حاجة تشهاتها ليا باش ما نحسش بالحبس وبالحرمان. كان تيبقى فيا الحال بزاف لدرجة تنشد كواني والدمعة تتهبط بوحدها بلا ما نحس، حيت تنحس براسي ماشي راجل. كبراتني ورداتني قد هكا، وفي الوقت اللي خصني نريحها ونتهلا فيها انا زايد مكرفسها بالطوبل ومجرجرها في بيبان الحباسات. صافي حقدت على راسي، ومن باب رضا الوالدين عيطت ليها وقلت ليها شوفي صافي، بلا ما تعاودي تجي عندي في رمضان، بلا ما تكرفسي معايا، راه كلشي عندي والامور بخير، وصحابي راه تيجيهم كلشي وتناكل معاهم، واحنا عايشين مع بعضياتنا، ما خصنا تا خير، وما تقلقي من والو. على هي مني سمعت هاد الهضره تاقش بيا، والو الكبده ما هناتهاش مسكينه، ولات تتهضر معايا بحال غادي نبقى نموت بالجوع الا ما جاتش. واخا راني تنطمنها بانهم تيجيبوا لينا كلشي، وان الخير موجود والامور فوق السلك، وهكاك والو، بحال تنهضر مع الحيط، عارفاني غير تنكذب عليها. كنت كل سيمانه في رمضان تندور ليها ونبقى نرغف فيها، ربي امي يمشي ما تجيش. راه صعيب عليك الحال مع الصيام والحراره، تيوصل نهار الزياره تتكون هي من الصفوف الاولى في باب الحبس. الكبده ما تتهني. رمضان كانوا تيبقاو فيا مساكن هذوك اللي ما تيزوروش، تتلقاهم حلقدلك وما تيقدروش يدبروا على راسهم، وعايشين غير بماكله الحبس، ساكنين في الطواليط، ديما تتلقاهم شادين الصف عند الفرملي باغين الدواء ديال القبض، حيت الا ما جابوش ليك والديك ماكله السيفيل وبقيتي عايش غير بماكله الحبس، حسن عوان مسعوده عندك، تتولي بحال سادينها ليك بحجره. اما مصارنك حديت ولا حرج. كان تيقرب الفطور تيعطيونا بيضه وفرماجه و6 ديال التمرات بالحساب، اما الحريره شرب على شما قديتي، وماشي تسمعوا الحريره يسحب ليكم حريره نيت اللي تتشربوها من عند والديكم في رمضان. هذه كانت دايره بحال البغلي اللي تيدوزوا به الضاله، وفي السحور مره القهوه ومره السانطورو. السانطورو هو اتاي ديال الحبس، ومره تيجيبوا لينا التشيشه ولا المحمصه، وبصراحه هادو كانوا تيعجبوني بزاف، كنت تنضرب فيهم مزيان. ولكن النهار المقود عندي هي فاش يجيبوا لينا الروز بمطيشه. ما نعرف دير مو هذا اللي خدام في الكوزينه ديال الحبس منين جاب هاد الفلسفه.
هاد الروز كان ابسل حاجه دقتها في حياتي، بحال الا جمعتي الخرا ديال شي دراري صغير كرشو جاريه وبديتي تتاكلو بمعلقه. اي حاجه ديال الحبس كنا تنعاودوها ونزيدو عليها اللمسه والابتكارات ديالنا وتتولي زينه وفيها مذاق سيفيل. ولكن هذاك الروز اللي بحال الخرا واخا تزيد عليه الشوا غادي يبقى باسل كما هو. كنا تنتفقوا حنا شي 6 الحباسه وتناخدوا الحريره كثيره باش نفطروا بالنص، والنص الاخر تنصفيهم من الحمص وتنغسلوه وتنقادو به شي طنجيه بالحمص والزيت العود والثومه كثيره تاكلوا عليها صبيعات يديكم. كانوا الدراري في السيلون تيقادوا عصير ديال التمر، تينقيو التمر من داك النوا ديالو وتيديروه في قرعه مع شويه ديال الماء، من الاحسن يكون سخون، وتيبقاو ينخدو فيه اكثر من ساعه بلا وقوف حتى تيذوب داك التمر، عاد تيخلطوه مع الحليب تيجي يا سلام. كانت تتبقى المغرب ديك 2 سوايع تتلقى الشامبر كامل كله شاد قرعه وتينخد، تيبقى يتسمع في السيلون كامل صوت واحد. نقز الهويدي واحد النهار قال لهم غير بشويه ولاد الناس، راه يجيو صحاب الوقت يسحاب ليهم غير تنصنعوا في الماحيه هنايا. خلى السيلون كله تيتفرشخ بالضحك. الحبس اللي كنت فيه قبل ما نتهز ترونسفير الازيلال دوزت فيه رمضان، والاداره ما كانتش تتسوق لبنادم يصوم ولا يفطر، بينه وبين اللي خلقه عندهم الربح الحباسه يفطروا كاملين باش يتهناو من المقاتلات والدم اللي تيبدا يجري في الكروه بسبب القطعه. اما في الخلا والقفار ديال ازيلال حاجه اخرى. ملي قرب سيدنا رمضان يدخل بداو تيعاودوا لي الدراري على الممارسات العقابيه اللي تتمارسها الاداره في حق الحباسه اللي ما تيصوموش رمضان. والنهار الثاني في رمضان شفت العقاب كيفاش داير شخصيا. كنا جالسين ما علينا ما بينا في الشامبري والسوارت مسدودين، حتى شويه تنسمعوا الهراج والروينه نايضه والموظفين طالعين والغوت، وما غادي يكون غير سيقونوفو زعيم الزبانيه شاد واحد الدري باينه من الشلوح ديال ازيلال. وملي سولت عليه قالوا لي راه هذا شعل العافيه فمو وخوتو قتلهم كاملين، كان قليول وضعيف وصفر داخله الموت، تشوفوه يبقى فيكم ومن حوايجو باينه مقوده عليه الدعوه لا دنيا لا الاخره. كانوا محسنين ليه راسو بالماكينه على شكل زائد ودايرين ليه المينوط في يديه اللور ورابطين ليه 2 خبزات بخيط معلقينهم ليه في عنقو وتيدوروه على الشنابر واحد واحد، وفين ما تيوصلوا لحدا شي شامبر تيخشيو ليه راسو وسط القريه وتيقولوا للحباسه بقاو تخبطوا في هاد وكار رمضان للراس. وهكا دوروا على الحبس كامل ودازت شويه وهما يجيبوا واحد اخر بنفس الطريقه. وكان السيقونوفو فيما تيوصل لشي شامبر تيبدا يهدد ويبرح، والله واش ديت شي واحد غير نساو زهقات ليه شي قطره ديال الماء تنخشي ليه عصات كراطه في مسعوده ديالو. 5 ايام الاولى ديال رمضان شدوا شي 4 حصلوا واكلين رمضان ودوروهم على الحبس كامل بديك الطريقه، وكانوا ممنوعين يحيدوا ديك الحسانه ديال زائد اللي داروا ليهم صحاب الوقت باش يبقاو مرشومين وباينين في الكور بانهم وكالين رمضان ويكونوا عبره لاي واحد جرأ يخالف امر الله عز وجل. بنادم شاف خوتنا شنو جرى ليهم كلشي سقل في بلاصتو. العناصر اللي تياكلوا رمضان صاموه دوزوا رمضان غير ناعسين حتى المغرب عاد تيفيقوا. الهويدي تقطع واحد النهار وهو ينوض بدا تيعرعر وقال لهم واولاد القاف البتو تتخافوا من السيقونوفو ما تتخافوش من الله، ولا حيت السيقونوفو قريب غير هنا في الرومبا والله بعيد عليكم فوق 7 سماوات، والله يا دين امكم تاكل لكم ترونسفير ديريكت لجهنم خالدين فيها بما فيهم حتى انا. بصراحه واخا ما عنديش مع الميكروب ديال السيقونوفو، ولكن الطريقه ديالو في رمضان خدمات مزيان وحمات شرع الله من الانتهاك. واغلبيه الحباسه صاموا، واخا كاين اللي صاموا غير قدام بعضياتهم.
فاش كنت في السيفيل كان ديما تضرب ليا واحد المثال في ودني، ولكن ما عمري حسيت بالواقعية ديالو. تيقول هاد المثال نهار عيدهم نهار جوعهم، وهاد الشيء اللي وقع لينا في ازيلال. ليلة العيد جابوا لينا خبزة للمومن وما مولفاش ليهم، تعودنا على 3 خبزات في النهار، وتالا كانت مقوضة 2 خبزات. واخا الخبز حالته حالة وسواقي صغيور كان تيجي بارد وما فيه ما يتشاف، ما تحملش تشوفه الا في حالة كنتي عايش في جنوب السودان. وهكا كنا تناكلوه حيت حاكمة علينا الضرورة. صباح العيد صبحنا الله حمدتك، السيلون كامل حلق دلك، الخبزة ما تدورش. الهويدي واخا ما عنده سنان ممكن يسمح في كل شيء، ولكن كرشو ما يتخلاش عليها. قال لينا بغيتو غير الخبز اجيو نبراكيو الشامبر اللي قدامنا ديال الشياب اللي كبار في العمر، راهم كلهم مراد والاغلبيه ديالهم ما تياكلوش الخبز. وفري هاد الخطه نفعاتنا وعتقونا مساكن بخبيزات الله يطلق سراحهم في هاد النهار. وهذا هو تاني عيد صغير ليا في الحبس، واللي تاكدت فيه من المقولة نهار عيدهم نهار جوعهم. اما في التلفازه ما كاين فاش يتفرج بنادم. النقل المباشر ديال صلاة سيدنا وشويه ديال الطرب الاندلسي، المزيكا المفضله عند شعيبه الشاف شامبري وتيدير عليها الرياضه كيفاش بحالاش والله ما عرفتش بحالي بحالكم. اما واحد التليفون راه تتنوض عليه القتيله، كلشي تيولي حنين ومرضي. توليت تنشك فواش بنادم بصح شاد الصف باش يدوي مع والديه ولا غير تيقتل في الوقت، حيت في الحبس اللي تيقهر هو الوقت اللي موجود بحال التبن. بنادم تيدوز حبسو كامل تيتقاتل مع الوقت باش يدوزو بلا ما يحس بالملل. انا كنت قريب نخرج، باقي ليا غير شي شهوره، وكما تيقولوا الحباسه المقود في الحبس هو الاول والاخر ديالو. وفري حسيت بهذا الشيء، ما بقيت تنستمتع بحتى حاجه. داك العيد بالضبط لقيت راسي ما عندي القانا لتا حاجه، ما شديتش السف على التليفون، ما ضحكتش، ما حسيت بعيد، حتى ماني الدار ما عيطتش ليهم. كل شيء فقد المعنى ديالو عندي. فري الاحساس ديالك تتبدل عليك، ما تتبقاش عارف راسك شنو باغي ولا شنو دير فاش تخرج، وكي غادي تلقى الدنيا، واش غادي يتقبلك المجتمع ولا لا. وفاش نخدم وانا دوسيه موسخ تيولي عقلك خدام 24 ساعه على 24 ساعه، النعاس ما تيبقاش يديك. حتى الطياب اللي كنت تنستمتع فيه في الحبس وتنبتاكر فيه والو، وليت غير تندبز. فري في الاخر ديال الحبس الايام سجون تيكون خايب وطويل بزاف، النهار تيدوبل على 100، الزمان ديال مو تيوقف. حبس ازيلال المدير قليل فين تشوفه في الكروه قريب للحباسه، حيت على ما تيعاودوا عليه عنده فوبيا لا يمشي يقتلو شي حباس، حيت خوه كان مدير في العادر وفناه واحد المسجون ذبحو من اللودن حتى اللودن. كان معشش غير في قاعة الزيارة تما فين كنت تنشوفو صافي، وتيبدا يتبحلس فين ما تكون شي طابلة فيها التيتيز تتلقاه واقف عليهم وتيدوي مع المسجون اللي معاهم بحال ولدو، وتيسولو على كي جاه الحبس، واش مرتاح ما خصو والو. تيولي حساس ولد الناس فاش تيشوف التيتيز، بحال خدام مدير ديال فندق سياحي ماشي في حبس ازيلال. انا هدرت معاه 2 مرات في حبسي كامل، المره الاولى فاش جيت ترونسفير، والمره الثانيه فاش كنت خارج. بدا تيخطب عليا بانني خصني نكون ممتن لهاد المؤسسه لانها وكلاتني وشرباتني ونعساتني هاد المده كامله، وفابور انني خصني ندير عقلي ونبعد على الصداع. وانا نقول ليه ماشي فابور سعاده المدير، راني تندفع الضرائب وتنخلص اكثر من 20 درهم ضريبه غير على باكيه ديال الكارو اللي تنكمي في النهار، وبلا ما نحسبوا حاجات اخرين تنستهلكوهم. والدوله سعاده المدير ماشي هي اللي تتصرف عليا من جيبها، تتخرج من الشعب مسكين. الهضره ديال المناضلين وداك الشيء، ولكن بصراحه هاد الهضره كامله قلتها غير في خاطري بيني وبين نفسي، ماشي ليه هو.
ما فيا اللي يرجع للحبس بالرجولة. قهرني بالنصائح، ما بغاش يطلقني، وانا باغي غير يمشي يسالي نخرج بحالي. بقى تيعطيني في محاضرة الاخلاق والسلوك، وانا باغي غير نفوت الباب. مع الفرحة ديال لا كلاس والخطبة ديال المدير نساني في واحد الكورميطة ديال النقرة غليظة بقات عندهم. طلا قريب جابتها ليا غير اكرام كادو، الدعوة به الله. غير قرب العيد الكبير صافي حسيت بديت انا تنقرب للسيفيل، وبدا العد التنازلي باش نخرج من هاد الحفرة. قلت الوالدية بلا ما تبقاو تجيو حتى يدوز العيد الكبير، عاد جيبوا ليا وايج لا كلاس وحقي ديال اللحم، خليو ليا الكتفة حتى نخرج ونبالي بها ونبرد فيها غدايد هاد العامين ديال الحبس. اصلا الايامات الاخرى كنت قليل فين تنخرج للكور، ولكن ملي قربت نخرج بقات ليا شي شهر و20 يوم اعتكفت في الشامبري، ووليت النهار كله وانا سارح تنفكر شنو غادي ندير وكي غادي يكون ولا السيفيل في هاد العامين اللي غبرت عليه. وليت غير خاشي الراديو في ودني ومخشي في باياسي ما تنتحركش. بعض المرات كنت تندوز النهار كامل ما تنزلش من الباياس الا لمشيت للطواليط ونرجع. شد فيا الهويدي مزيان في هاد الايامات، كان تيبقى يقول لي امالك الصقع دخل معاك الزمان. وليتي بحال ديك الموحمه، وفري فت الموحمه لهيه الزمان وقف عندي، ما بقيت تنحس بالطعم ديال حتى حاجه. ومع انا زغبي وكعبي زادت رجعت ليا الدرسه، كملات عليا اللي باقي. صافي حقدت ومشيت تقيدت عند الطبيب باش نحيدها. شديت نوبتي حتى وصلات، دخلت لعندو. اول حاجه سولني وقتاش خارج، ماشي اولدي باش تحس ولا شنو تيضرك. من الحبس كره دير لهم الاطباء كاملين كما بغى يكون نوعهم، حيت في الحبس الا كنتي قريب تيقول لك حتى تخرج وعمرها بلا ما تضيع فيها وتحيدها. واش انت سوق امك نضيع فيها ولا ما نضيعش؟ دير غير خدمتك. وانا باقي ليا شهر و14 يوم، الدمار ديال الدرسه مع الدمار ديال داك الشهر الاخر ديال الحبس اللي تيطوال مشاكل صافي. وانا الدرسه فري تتجهني وتتعمي ليا البصيره. بقيت تنطلب فيه غير حيدها ليا السي الدكتور، قال لي قلت لك لا، وانا نسخط ودرت فيه. والبكيه شاداني بالالم ديال الدرسه. بقى تيشوف فيا وهو يقول لي زيد ندير لك البنج وخرج، ندوز جوج ديال الناس قدامك واجي انت. داكشي اللي درت، دازو جوج انا على القرص تميت جاي داخل. الموظف اللي تيعيط بالسميات قال لي رجع، شكون عيط ليك؟ قلت ليه راه قال لي الطبيب غير يدوزو جوج ديال الناس اجي. وانا تنهضر معاه ما رجعتش وبقيت غادي داخل وتنبرقم. نائب المدير كان تما ما عجبوش الحال وهو يغوت عليا. انا مسوق غير لدرستي، كون جا وزير العدل شخصيا ما كنتش نتسوق ليه، باغي نحيد غير الدرسه وربي كبير. ديك الساعه غير يطرى اللي بغى يطرى، يعلقوني يضربوني ما كاينش المشكل، ما غاديش يكون بحال الالم اللي تتعطيني دراستي. باش غوت عليا نائب المدير قال لي تأدب هذاك الحمار اجي لهنا. ما تسوقتش ليه وهو يجي واحد الموظف بلانطو ديال نائب المدير تيجري قال لك نائب المدير رجع، هي رجع، ما تعاودش معاه الهضره. انا يلاه غنفهمو علاش انا ما رجعتش، حيت الطبيب قالها ليا وهو يعيط الطبيب في نفس الوقت ديك الساعه، وبان انني على حق. طلقني الموظف، مشيت عند الطبيب. فاش دخلت تنسمع صوت نائب المدير تيغوت، ولكن ما فرزتوش شنو تيقول. مباشره فاش ساليت وحيد الدرسه لقيت داك الموظف تيتسناني حدا الباب، ما هضر معايا ما شرك معايا عربيه، نيشان شنق عليا ودار ليا المينوط. بقيت تنغوت على تتمينطني مالي شنو داير، ما تتقدروا لا اللي مريض لا اللي عنده الدمار في فمو. قال لي بسالتك هي اللي دارتها ليك باش تأدب وتعرف تهضر مره اخرى. وتم غادي بيا عند نائب المدير. غير وصلت عنده ما دواش معايا ويصليني بتصرفيقه، وكانت اول تصرفيقه ليا في الحبس منين دخلت. واخا كنت يلا محيد الدرسه، البنج كان لاعب لعبته مرقد ليا حنكي كامل. ديك التصرفيقه
حسيت بنائب المدير غا ضحك معايا فيها. بقيت تنتماوت عليه وتنشرح ليه شنو كان واقع ليا بالضبط. قال لي ما تشرحش ليا، عاجبك اللحيه اللي في وجهك وبغيتي ترجل عليا ولا تنحيدها لامك. وانا اللحيه منين عقلت على راسي وانا مربيها وتنطراسيها. اولا حيت تعجب اكرام وتتقول لي تجي معاك اللحيه، وثانيا فري فاش تنحيدها تنولي واحد الصفر بحال فيا بوصفير ولا مريض بالسرطان الله يسر. تنحس براسي وليت يتيم بلا لحيه، نتحمل الضرب وما نحيدهاش، مربي على لحيتي الكبده 6 سنين وانا مربيها، وعلى غفله يجيو يبغيو يحيدوها ليا. لا ما يمكنش. نائب المدير عطى الاوامر للبلانطو ديالو باش يحيد ليا اللحيه. الموظف تم راجع بيا الرومبا، قال لي ما عندي ما ندير ليك، اوامر نائب المدير هادي. طبعا انا رفدت، قلت ليه والله لا حيدتها، ودينا وجبنا في الهضره بالغوت، وهو يقرر يعلقني في الرومبا. اللهم يمتي الله، حبسي كامل حاولت ندوزو ما نتاداش، وجبتها تبقى لي شهر وصرف صغير، عاد جبت الربحه. اش هاد الزهر والميمون يا ربي. تعلاق في الحبس ماشي بحال فاش يكون باك كاعي عليك، شي كعيه مقوده وتيعلقك في الطواليت مع شويه ديال الحنان. لا، في حبس ازيلال ولاد القاف تيشدوك بالمينوط في يديك وتيعلقوك مع القريه، يعني مع الباب الحديدي اللي عباره على قضبان، وتيكونوا يديك مهزوزين للفوق وواقف بزز على الارض. وإلا رخيتي راسك شويه باش ترتاح في الوقفه، المينوط ديال مو تيتزير لك على يديك. ملي تيطلقوك وجه الشر تيكون الدم ما بقاش يوصل ليديك مزيان، تيوليو بحال مخدرين، ويمكن ديك الساعه يبقاو عليك بالتصرفيق وما دير حتى ردة فعل. ما تقدرش تطاكي على وجهك حيت يديك من بعد التعلاق تيوليو تقال عليك جوته ما فيهمش الحياه. علقوني وانا معلق، كنت تنفكر في شنو غادي ندير مع هاد ولاد القحاب هاد الوحله. ما تقولوش ليا ما تخسرش الهضره، حيت ما كاينش شي مفردات اخرى اللي تبرد ليا غدايدي من غير تخسر الهضره ونعرق لمهم. حيت ما داير والو وتصرفقت وتعلقت ظلما وعدوانا، وسبابي درستي حتى هي بنت القحبه بحالهم. ما لقات وقتاش تضرني تا قربت نخرج، كثرة الهم تضحك. وانا معلق كان البنج بدا تيمشي التاثير ديالو من فمي، وبدا تيضرني فمي بزاف كثر من الاول قبل ما نحيدها، وفمي عامر بالدم وما حنوش فيا الا واحد الموظف مسكين جاب لي كاس ديال الماء ودوليبران وهضر معايا زوين وقال لي راه سمعت نائب المدير دابا قال ليه شويه وطلقوه. داز الوقت وانا معلق، يديا ضروني وفمي العذاب. عاد جا البلانطو الميكروب بدا تيحل ليا المينوط وتيقول لي مالك صاحبي على حالتك، تمشي لحيه وتجي لحيه. وقال لي غير يتحلوا السوارت نهبط نحس اللحيه خاطري. طبعا مع العذاب اللي كنت فيه قلت ليه واخا، وطلعت للشامبري كلي معقور، واخا ما ضربوني ما والو انا معلق. لاحيت في بلاصتي وشعلت كارو، بقيت تنغرق انا وياه في باياسي، تنقول تعلقت ونمشي بخاطري نحسن وجهي خايبه تلت عاويده. شويه تنفكر وتنقول مع راسي باقي ليا غير شهر وشي 14 يوم ما كاملاش. لبدها وسلم امرك الله دايز عواشر. وهما يجيو عندي شي 20 من صحاب الحسنات، ساقوا الخبر بداو تيزيدوا ليا فيه. انت راك دوزتي مونتيفك راجل وكملوا راجل وما تسرتش لدين امهم وياك تحيد اللحيه. وصل مع امهم فين بغاو، وزايدون راه ما يقدروا يديروا معاك والو، راك قربتي تخرج غير تحلوا السوارت. جا عندي البلانطو قال لي والو تهبط تحسن. بديت تنقول ليه لا. دخلوا الدراري قال لهم راه نائب المدير هذا مقلز عليه، واش تخرجوا لي على خدمتي. جا الهويدي وشي ناس واعيه في السيلون قالوا لي هادشي كامل اللي تدير فيه ماشي في صالحك، وانت ما بقى لك والو تخرج يا ودي، غير حيد ليهم هاد اللحيه. غدا في الصباح يبان لك الشعر تينوض. نقز الهويدي قال لي
يديهم طويله هاد ولاد القاف، راك ما غاديش تغلبهم وتولي في حبس زايد ولا شي بلان على الخاوي. قلت ليها خويا الهويدي انا راه صبرت 3 علاق باش ما نحيدش اللحيه. قال لي كون حضرنا ليك ما غنخليوكش طيح معاهم في هاد الانكو، كون انا حيدت لك اللحيه بيدي. تمال هاد اللحيه مالها اللي تعلق على ودها؟ انا راه عندي الزغب غير زايد في شي بلايص نحيدو نلصقو لك في وجهك، غير هنينا. طيرني وخاها كان طالع لي الدم. سلمت امري لله وتنازلت وهبطت حيد ديك اللحيه اكراما للحريه اللي ما بقى ليا ليها والو. حسنت وجهي وانا نتلاقى مع الهويدي في الكور، شافني قال لي والله ما عرفتك، مالك اخويا على حالتك، اش داك تحيد شي لحيه؟ كون تيسحاب ليا تولي هكا كون قلت لك غير بقى حبسك كامل وانت معلق، غير ما تحيدهاش. طلعها عليا من المزيان وبيعني العجل، ولكن واخا هكاك الطلع ديالو حلو ومقبول، تيضحكني وعزيز عليا ديال بصح. الله يطلق سراحو في هذا النهار. قالت لي 31 يوم ونشوف الحريه، شهر ونهار بالحساب مستشفى في دماغي، النعاس ما بقاش يديني، تقلب السيستيم عندي، وليت كنبات فايق وندل بالنهار فايق، وليت عاطي للكارو قتله تندخن بشراهه حتى الكارو فقد المذاق ديالو عندي، وليت تنكمي غير باش ندوز الوقت، حيت الحبس طوال عليا وتجبد. نهاري ولا تيدوز بزز ثقيل، التلفازه ما بقيتش حاملها، الراديو ما بقات يعني ليا والو. كنت تنتخيل راسي في باب ديال الحبس واقف وطالق يد ديال السما بحال شي مسيحي فاش تيصلب، والهواء بارد ديال جبال ازيلال تيضرب ليا في وجهي، ونبقى غادي هكاك وشويه نبدا نضرب بيديا بحال شي جنحين ونجرب نطير، حيت غادي نكون حر ونمشي نقصد شي تيليكارت ونهضر مع من بغيتو في خاطري بلا ما يقمعني شي حد ولا يسمع ليا شنو تنقول كما في الحبس. دوزت السيمانه الاولى في هاد الشهر اللي بقى ليا غير في الاحلام اليقظه، كنبني ونريب غير راسي وتنتخيل الاحداث اللي غادي توقع ليا فاش نخرج. تنتخيل الوالده ودموعها والوالد وفرحته، تنتخيل خويا الصغير والسعاده ديالو الطفوليه. هاد السيمانه جات عندي الوالده للزياره، سولاتني شحال باقي ليا ديال الحبس، والفرحه في عينيها تتعنق وتبوس فيا، وحتى انا كنت فرحان حيت مونتي في داز ودردقت عليه الحمد لله. سولاتني الوالده على النهار اللي غادي نخرج فيه بالضبط، وكذبت عليها يا ربي تسمح ليا، وعطيتها تاريخ مقلوب وزدت فيه سيمانه حيت ما بغيتهمش يتلقاو ليا في باب الحبس نهار لا كلاس ديالي. كنت باغي نعيش ديك اللحظه ديال الولاده من جديد بوحدي، ما عقلتش نهار تزاديت، وبغيت نمارس هاد الطقوس ونعيشها وانا واعي ومدرك بالامور، حيت ما استمتعتش بالخروج من رحم الوالده لهاد العالم. وهاد المره تعطاتني هاد الفرصه، قلت مع راسي نستغلها، بغيت نخرج بوحدي وما يتلقى ليا حد، ونعاود نكتشف العالم من جديد ونشوف في اي حاجه بحال اول مره نشوفها في حياتي. بقات ليا 3 سيمانات بنحاول نقتل الوقت بكل قوه وما نخليهش يقتلني هو باش يدوز بالخف ونعانق الحريه. حتى لواحد الصباح كانت باقا ليا 17 يوم ونخرج بالحساب. الروينه نايضه في الحبس، شنو واقع شنو كاين، راه واحد اللجنه جايه دابا، وكما تتعرفوا في المغرب كامل ملي تتكون جايه شي لجنه شي مؤسسه كما بغات تكون، راه تيبداو دوك الهصلاصه يديروا خدمتهم باش يكذبوا على ديك اللجنه ويبينوا ليها راه الحياه في المؤسسه ورديه ما خصها حتى خير، كلشي خصو يتقاد ويتجول داك النهار. كاع انواع الموظفين شفناهم، كلشي تيتجارى. سيقونوفو نوض العافيه في الحبس كامل، حتى من السيكان ديالنا اللي في الدسيسه طلبوا منا نقادوهم ويجي الشكل ديالهم زوين، طلبوا منا ندوزو الشيفون تحت البياصات ونكثروا ساني كروه اللي حنا تنشريوها ماشي الاداره اللي تتفرقها علينا. المهم بغاونا نردوا الحبس تيشعل
وحنا نكونوا تنشعلوا. على شويه كانوا يقولوا لنا لبسوا حوايج العيد. وفري هاد النهار بالضبط كان هو نهار عيدي وفرحتي الكبيره. ستفنا واقفين في الشامبري واحد مور واحد على شكل ثنائيات، كونا دائره كبيره وبقينا واقفين حتى وصلت اللجنه اللي كان فيها نائب وكيل الملك وقاضي تتبع العقوبات. دخلوا للشامبر وطبعا معاهم الزبانيه ديال الحبس لابسين مزيان وماشطين وباينين دراوش تسوفوا ولاد الحرام، والسيقونوفو النور ولا ضارب على وجهه بالدرافه. اما نائب المدير اللي علقني واقف موراهم بقوه الخلعه، واقف ومايل. اما فاش كانوا غادين وهو تابعهم من اللور المشيت تبدلات ليه، تيتشطروا علينا غير حنا. هاد نائب وكيل الملك وقاضي تتبع العقوبات كانوا دراري باقين صغار، الحبس زيزعوه، بقاو تيسولونا واش بخير، اللي عنده شي مشكل يقولوا لينا. دوك الزبانيه كلهم وجههم ولا تيعطي اللوان تبدل، خافوا لا يخرج ليهم شي واحد من الجنب. الهويدي عاوتاني بدا تيبيعني العجل وتينغزني من اللور، تيقول لي قول ليهم راه حيدوا لك اللحيه وعلقوك، حيت كانت دارك الدرسه. تا بغيت نصدم الصراحه وانا نقول واش نقلب على جوا من جن، ما بقى ليا والو ونصدق في شي مونتيف معاهم. والحمد لله خدمت عقلي وصبرت راسي وجاب ربي الفرج. فاش سالوا معنا الهضره عطاونا النصائح والموعظه، وهما يقولوا لنا شكون باقي ليه الحبس من شهر ونص لتحت. هزيت صبعي انا الاول، قلت لهم باقي ليا 2 سيمانات. عاد بداو الدراري تيهزوا صباعهم اللي ما بقى ليهم والو يخرجوا. هو يقول النائب المدير قيد ليهم الماتريكيلات ديالهم، مبروك عليكم الافراج، وجدوا راسكم تخرجوا بحالكم غدا مع 8 الصباح. واحد الفرحه ما نوصفهاش ليكم، عندها واحد الطعم خاص. واخا كان ما بقى ليا والو، ولكن كان نهار تيدوز عليا بعام ديك 15 يوم، حسيت بها طول من عامين كامله. نقز الهويدي هو يهدر، قال ليه استاذ اللي باقي ليهم 15 عام وشرفوا هنا ما غاديش يخرجوا. هو يضحك نائب وكيل الملك، قال ليه شنو المونتيف ديالك؟ جاوبوا الهويدي قال ليه ماشي شي حاجه استاذ، قتلت غير عمي دالينا رزقنا انا وخوتي. هو يقول ليه نائب وكيل الملك وشنو دابا بغيتي تخرج تكمل بولاد ولا عنده شي ولاد؟ هو يقول ليه لا استاذ تبت على يديكم. هو يقول ليه وتوبوا وبقى مرتاح هنايا راه باقين باغينك. بقى كلشي تيتفرقع بالضحك، مشاو بحالهم وخلاو في قلبي فرحه ما بحالها فرحه. الوالده زايد ليها سيمانه على تاريخ الافراج، وانا فرج عليا الله قبل التاريخ ديالي ب2 سيمانات. كاين اللي غادي تجيه قليله، ولكن بالنسبه للحباس طويله وطويله بزاف. ان فوا خرجت اللجنه جا السيقونوفو دخل عندنا للشامبر قال لنا زهركم مع هاد اللجنه، ان شاء الله نشوفوكم في ساعه الخير. قلت لي في خاطري لا بقيتي شفتيني راني بحالك، لا في ساعه الخير لا في ساعه الشر او جه الشر. قوه الفرحه اللي فرحت اول حاجه درت هي شديت الورد ديالي، فرقته على ولاد بنيكس اللي ما تيزوروش مساكن، خليت ليا غير حوايج لا كلاس صافي اللي كنت تنجبدهم نشوفهم ونعاود نجمعهم نردهم بالفرحه. تنجبد السبرديله تنمسحها ونعاود. وقع ليا بحال فاش كنا صغار وتيشريو لينا والدينا حوايج العيد وتنبيتوهم حدا راسنا. وفري واحد الاحساس ما نوصفوش ليكم. النعاس ما جانيش في ديك الليله، وطبعا اي حباس نهار لا كلاس ديالو ما يمكنش يجيه النعاس. تكيت على ظهري وبقيت تنشوف في السقف. كانت اخر ليله ليا فوق باياسي. كتبت بالستيلو في الدسيسه انا بقيت رجعت ليك الحبس، راه والديا ولدوا فيا غير الخلا. بقيت تنقاد البروغرام ديال شنا هي اول حاجه غادي نديرها في الصباح ملي نخرج. كنت نمشي نريح في شي باتيسري ونفطر بشويه عليا ونشرب قهوه في كاس ديال الزاج ونقول ليه دير ليا الحرشه في طبسيل ماشي ديال بلاستيك، راه تقهرت بالبلاستيك في الحبس. بغيت نحس براسي انني بنادم.
وصلات ديك 5 ديال الصباح باقي متكي بنفس البوزيسيون وعينيا تيشوفوا في السقف. وقع ليا بحال ديك القنطة اللي تتشد بنادم نهار الحد في العشية وتيحس بالزمان وقف. هكاك وقع ليا، ساعة خسرات في 5 ما بقاتش بغات تحرك، وانا بقات لي غير 3 السوايع ويضربني برد السيفيل. ربي شنو غندير باش ندوز هاد الوقت؟ ما غادي يفيق غير الهويدي غادي يبول. حتى تنبان ليه حال عينيا وتنشوف في السقف. قال لي انت في عار الله مالك تتماوت فيك الدم؟ طيرني بالضحك. قلت ليه اجي حدايا خاي الهويدي جابك الله بحال الماء الحلال خوك، انا اجي نتعاودوا انا وياك شويه، راه الزمان وقف ليا. ما خسرهاش مسكين في وجهي، قال لي مرحبا. هي فاش بقينا جابدين الهضره انا وياه اللي عاودت لكم في الحلقه ديالو، بس سولتو شنو دير فاش تخرج، بقينا جابدين مواضيع انا وياه. كانوا باقي ليا واحد 10 ويسطو، فرقتهم انا وياه وشدينا بهم 6 جبنا بهم 7 ديال الصباح. بقات ليا ساعه نط دوشت لبست حوايجي وجمعت ساكي وقررت فوق باياسي. تنتامل في الشامبري، بنادم ناعس في لاكار، بنادم بقى ليه 12 عام عاد يخرج، هاللي جايب العشرين باقا خضرا عاد قال فيها بسم الله. بديت تنشوف وتنتامل واحد الاحساس غريب بزاف، انني غادي نتخلى عليهم الا خرجت. عشيري الهويدي اللي مفوج عليا حبسي بقى ليه 15 عام، كي غادي يدير ليها وانا تنشوف في راسي غير عامين شيباتني. كنت فرحان وبزاف انني خارج، ولكن في نفس الوقت شايف فرحتي غادا تدخل الحبس على عشراني. حاولت ما نبينش ديك الفرحة الزايدة إكراما ومعزة العشراني الله يطلق سراحهم. وصلات 8 لقاتني مقردف عسكري في الشامبري لابس محلق على الحالة، واقف مور القرية تنتسناهم يعيطوا. ما جا حد، صبرت قادة ليا في ديك اللحظة، باغي غير نخرج. دخلني الشك وليت تنقول ياك ما هادو رجعوا في كلامهم. خرجت راسي من القرية وبديت تنغوت، واش شاف طلقوني نمشي عند ميمتي. داز لابيل وباقي ما عيطوا ليا ما والو، حتى وصلت 9 عاد عيطوا على سميتي. حتى لهنا ونحبسوا القصة خوتي. خليكم على بال مع التتمة اللي غادا تكون مشوقة بزاف، اللي غادي نحكي فيها شنو وقع فاش خرجت ومشيت لدار الدعارة في ازيلال، وغادي نحكي فيها شنو هو مونتيفي اللي كنتو ديما تتسولوني عليه. كيف العاده خوتي دعموني بجيم وكومونتيرات زوينين، وما تنساوش بارطاجيو. تحياتي لكم من القلب، تهلاو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.